تركيب اللوب مع القيصرية. طيب امتى بركب اللوب بعد الولادة بصفة عامة؟ يا إما بركبه أثناء الولادة أو الولادة القيصرية، أو بركبه بعد الولادة ب6 أسابيع بحيث إن الرحم يكون رجع لوضعه الطبيعي. إيه مساوئ ده وإيه مميزات ده؟ مميزات إن إحنا بنركب اللوب مع القيصرية إن الأم ما بتبقاش حاسة، ما بتحتاجش إن هي تدخل تاني أوضة العمليات، أو ما بتحتاجش الوضعية المزعجة لتركيب اللوب حتى في العيادة. دي المميزات بتاعتها. طب العيوب إيه؟ إن الرحم ما بيكونش رجع لوضعه الطبيعي مع المرور ال6 أسابيع اللي الرحم بياخدهم عشان يرجع لوضعه الطبيعي. ممكن يحصل إن اللوب ما يكونش في الوضعية المثلى في الرحم. طيب تركيب اللوب بعد مرور 6 أسابيع من الولادة، إيه المميزات بتاعته؟ إيه العيوب بتاعته؟ المميزات بتاعته إن أنا بقدر أعمل سونار أقيم بيه وضع الرحم قبل ما أركب اللوب. بركب اللوب وأنا متأكدة إن الحمد لله الرحم في الحجم الطبيعي بتاعه. تاني حاجة بقدر أعمل سونار بعد ما بركب اللوب وبتأكد إن وضعية اللوب ممتازة أو موجودة بشكل كويس في الرحم. بصفة شخصية أنا ما بفضلش تركيب اللوب اثناء القيصريه نظرا للاسباب اللي انا قلتها. بفضل دايما ان احنا نستنى 6 اسابيع ونركب اللوب عشان نبقى متاكدين من كل حاجه سواء قبل التركيب او بعد التركيب.